اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير أو مساء الخير حسب ما بتشوفوا الفيديو. دي قناة تيتا أميرة للطبخ والحلويات. ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لأول مرة فعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد فضلا وليس أمر. عايزة أشكر متابعين اللي دخلوا عندي جداد. بشكركم. بقول لكم انتوا على راسي من فوق، وربنا يخليكم واكبر بيكم. معانا بقى النهارده ايه؟ شويه بقى ايه محشي كده حلوين. شفتوا بقى الطماطم لما بترخص صراحه بسم الله ما شاء الله كانت حلوه وزي الورد كده. وقلت ايه هنضفها بقى، ايه دايما ايه بعمل معاكم الكلام ده. فنضفتها وغسلتها وايه وهضربها ايه في الخلاط، وكنت مخرطه البصله وحطيت بقى الماده الدهنيه اللي عندك تحطيها. عندي بقى كده اهو زي ما انتوا شايفين، حطيت سمنه على زيت على اللي احنا كنا عاملينها الدهنة بتاعت العيد الكبير ديت. بقول لكم دي في المحشي بتبقى في منتهى الجمال. المؤاخذة. طبعا كده زي ما انتوا شايفين اهو برضو. احنا مش بنحمر طبعا البصل قوي، وحطينا كده ايه القرن فلفل اللي انتوا شايفينه ده كده. بس هو مش حراق يعني ايه، في حرقية بسيطة جدا يعني كده. هنعمله بقى النهاردة محشي كده وايه، وهنجيبه برضو ايه وراك. احنا على فكرة دلوقتي بالليل. طبعا عشان تحضري بقى المحشي انت عارفة بيبقى لازم قبلها بيوم. حطينا بقى كده الطماطم كانت بسم الله ما شاء الله زي الفل. حضرنا بقى كده المحشي وقلت ايه هسبكوا بقى تسبيكة بقى حلوة اللي انتوا عارفين اللي انا بعملها ديت. وهنقلبه برضو كده حلو. وهنحط بقى ايه كمون وشطة وكزبرة. بس ما بحطش البهارات اللحم. حطيت بقى كده معلقتين هريسة الشطة. بس هريسة الشطة مش حراق أوي. اهي كده اهوت حتى مكاننا وما ايه مش باينه فيها ايه الحرقيه. هي بقى كده الصلصه بتاعت المحشي كده اهوت. وايه قلت اعمل لكم بقى المحشي الاول، بما ان احنا ايه بالليل هخلصه معاكم. وطبعا اهم حاجه فص التوم ده اهوت. نشفنا خالص اهو زي ما انتوا شايفين الصلصه. لازم تنشفيها كده ميبقاش ايه فيها ميه. طبعا بقول للبنات الحلوين اللي هم طبعا لسه في المطبخ جداد مش للكبار. وبقول لهم كده هوت تعلموا كده هوت لازم تكون الصلصه ايه ناشفه خالص ما يكونش فيها ميه. والكبار بقول لهم انتوا على راسي كده من فوق، واحنا بنتعلم من كلنا من بعضنا. هنا بقى الكرومبه ديت كانت صبحه خالص كده بقالها يومين. عشان تفضل عندك لازم تسيبيها بالورق بتاعها الاخضر كده هوت، عشان خاطر ايه لما تيجي تعمليها تبقى دبلانه كده هوت، وما ايه الورق بتاعها ما يتكسرش من جوه. والورق ده بيحافظ عليها ايه من جوه برضو. الورق الاخضر ده ما تجيبهاش وتقطعيها كده وتقولي ان انا هشيلها، لا. اهو كده هوت رحت ايه هنقطعها بقى كده وايه هي بقى ايه. عايزه اقول لكم دبلت كده. وتمسكي الورقه كده ما تتكسرش منك وانت بتحطيها في الحل. اه زي ما انتوا شايفين الكرنب يعتبر رخص شوية. ديت كانت ب30 جنيه. اهي بس بقى ايه كانت ايه تشوفيها بقى وهي صبحة كده كانت ايه كانت قد كده. بس بسم الله ما شاء الله ريقها جميل وزي العسل ومسكر وحلو خالص. هنحط بقى شوية كمون والملح كده هوت في المية بتاعت الايه بتاعت السليق. اهو بقول لبناتنا كده هوت تحط بقى ايه شوية كمون. الكمون بيضيع الانتفاخ بتاع الكرنب. بص بقى كده الورقة دبلانة يعتبر مش هتتكسر منك. دي بقى لو كانت صبحة زي ما انا كنت جايباها كده كانت تبقى ايه ناشفة زي الحتة ايه اللي انا ماسكاها ديت كده اهو. وتيجي تحطيها تكون ايه تكون متكسرة منك. بس كده اهو رحت ايه سايباهم هيتبلوا برضو. وايه وانتي بتجسيها بقى كده وتكوني ايه يعني ايه متكية عليها عشان خاطر ايه لو عدت ضوافر كده تبقى هي خلاص استوت. بس كده اهوت بنروح ايه هي كده يعتبر دبلت كده خالص. وايه وفي السوا كده خالص اهي. هناخدوهم برضو ونروح حطاهم فين في المية الساقعة. تكون المية جارية اللي هي ايه مية الحنفية. اهو كده مش بنحط لها بقى مية، مش بنحط لها سكر بقى ولا حاجة في المية لا.
اهو كده اهوت، بناخدوها نروح حطها ايه في المية الساقعة، ايه اللي هي ايه في الحوض يعتبر. هنسيب بقى دي كده اهوت وايه، ونشوف ايه الرخامة بقى ايه هنعملها ايه. اهوت كده اهوت لازم تشطفيها كده، لان اصلا الكرنب بيطلع ريحة، ما ينفعش تطلعيها من النار وتسيبيها كده ايه بميتها. ميتها ديت هتخليها تتهرى معاكي وايه و... ويعتبر الايه الورقه معاكي هتتهرى معاكي ايه من الميه السخنه. فانت لازم ايه تحطيها ايه في الميه السخنه. بصي احنا بنقطعها كده اهو، وتروحي مقطعه او تحطيها كده اهو فوق بعضهم، تمسكي الورقه كده كلها ايه وتقطعيهم سوا بعضهم اهو كده. ايه ونروحوا ساعات برضو احنا ايه ماسكينها كده، ونروحوا ايه حاشية وهي في نفس الوقت في الورقة ايه الكبيرة دي. هتشوفيني برضو ايه وانا بحشي. بس طبعا ده مش وقت التخزين، يعني هو لسه في اوله. في ايام التخزين بقى ان شاء الله كده هنجيب لكم واوريكم بقى ايه بيتخزن ازاي. اهو قطعنا بقى كده اهوت. يا صراحة بسم الله ما شاء الله طلعت فيها ورقة كلته ايه ابيض. رغم ان انا ما لقيتش ورق اخضر، رحت واخده ورق اخضر من اللي انا طلعته عشان خاطر ايه احطه تحت الحل. عايز تحط بقى انت تحت الحل ورق من ده او السليق اللي هي ايه العود اللي بيطلع من الكرومبة نفسها، باخدها وبروح قسمها كده اتنين وتروح حطها من تحت. او تحطي بقى انت عايز تحطي بصل طماطم جزر في قعر الحلة، برضه بيدي طعم حلو خالص ومنتهى الجمال. حطيناها بقى كده في المصفى عشان تتصفى من المية، عشان خاطر ايه آه اهو الاخضر بقى ده حطيته كده لوحده عشان يبقى ايه في الاول كده ايه وانا بعمله. وهم دول طلعت ايه بركتنا وبسم الله ما شاء الله. انتوا شايفينها صغيرة، لكن ده هي كبيرة خالص صراحة في العمايل، وعملت لي حلتين. هتشوفوا بقى كده هو دلوقتي اهو ديت بقى الخضرة. ايه هنضفها بقى ايه واخرطها، وفي نفس الوقت هنغسل الايه الرز اهو كده هوت. بس غسلت بقى كده الرز والخضرة، طبعا قلبتها كده في قلب ايه في قلب الرز. ما تحطيش الخضرة بقى ايه في الدمعة او في الصلصة وانت بتعمليها، لان هي كده وانت بتحطيها كده نية كده اهوت بتبقى ايه بتدي ريحة بقى كده وطعم كده لذيذ خالص. وعايزة اقول لكم ما تنسوش شوية النعناع، لو انتوا عندكم نعناع بتبقى في منتهى الجمال. هنقلبها كده وخدها تشويحة بسيطة خالص ايه على النار. هنا بقى اللي كان بيصور ابن بنتي، كانوا بايتين بقى ايه معانا، وقلنا ايه نعملوا بقى شوية المحشي دولت كده ايه نتغدوا بيهم بكرة، بما ان ايه كلنا كده ايه مع بعضنا ايه كانوا بايتين. وقلنا ايه نعملوا محشي بقى النهارده. عايزه اقول لكم الكرنبه ديت كانت بقالها كام يوم، يعني بقالها حوالي زي يومين كده. وقلت يلا هي من نصيبنا ان احنا ايه نعملوها نتغدوا بيها ايه كلنا. بص الصلصه عايزه اقول لكم كانت تحفه تحفه كده خالص. فعلا الحاجه لما بترخص كده بتعمليه كتير كده وبتبقى في منتهى الجمال. بص جميله خالص ازاي. هنا بقى كده هوت كنا قاعدين ايه طبعا بالليل زي ما انتوا شايفين الدنيا ضلمه اهو. ابن بنتي اللي واقف ايه زي ما انتوا شايفين رجله دي، عمالين بقى ايه القعده بقى كانت سهرانين بقى كده هو عمالين نضحكوا على اخر ما عندنا كده هوت. ربنا يفرح كل من كان يا رب، ويسعد الولاية كده ايه كلهم يا رب العالمين، ويخليهم ليا ويسترها معاهم دايما يا رب. اهو كده هوت عملنا برضو وكنت انا وبنتي بقول لها برضو ايه انزلي تحت شوية، فهي ما جابتش قوي عشان ابن ايه بتحسب ابن ابنها هيبان ايه كان واقف بالبوكسر والفانيلا والكلام ده. هنا بقى بقول لكم صباح الخير عليكم. يبص بقى الفجل المورور بقى الحلو ده طلع كده وزي العسل، وبقولوا وراول يا فجل. فعلا حاجة جميلة. طبعا فضل شوية رز، رحت جايبة كيلو ونص كوسة كده حلوة صبحة الصبح. قلنا ايه اكمل بيهم بدل ما اجيب ايه ورق عنب. قلت بقى دي سهلة عليا كده الصبح ايه. خليت بنتي قورتهم بصراحة وحشيتهم، وقلنا ايه هنعملهم جنب ايه جنب النهاردة جنب المحشي محشي الكرنب.
بس كانت الحاجة الصبح الصبح بتبقى في منتهى الجمال وحلاوة. بص جمال الفجل بقى كده، دول كانوا 3 ب5 جنيه. كان حلو في منتهى الجمال صراحة. بحب الفجل القصير ده، خصوصا بقى انت لو عندك جبنة قديمة كده ولا حاجة، تفطري بقى بيه كده وبقى في منتهى الجمال. غسلتهم بقى كده اهوت، وعطيتهم بقى البت ايه، تقورهم، وحشيتهم صراحة بشوية الرز اللي كانوا فاضلين. بس كده بقى ايه، نقيته بقى كده اهوت، وحطيته بقى كده في المية شوية، ورحت بقى ايه غسلته، ورحت برضو ايه سبته في المية ايه حبة كده، عشان لو في برضو طينة ولا في اي حاجة ايه هتبوش وهتنزل فيه. اهو كده اهوت. بس طبعا انا بجيب لكم طريقة المحشي كده ايه الاول، على اساس ان احنا كنا سهرانين، وقلت ايه اعمل لكم المحشي ايه مرة واحدة. هنا بقى رحت جايبة طبعا ايه الوراك كان الصبح، وانتوا عارفين قبل كده وكذا مرة ان انا نضفت معاكم في الايه الوراك. قلت ايه هنعملهم النهاردة ايه مع المحشي. هنضفوهم طبعا، احنا بنحطه بقى بنطلعه الحتة اللي هي ايه زي الفشة بقى كده ديت اللي من تحت، لان الحتة دي ايه بتعمل زفار. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. ومعلش ان انا ايه مش مبينة قوي في التصوير، بس انتوا طبعا كلكم عارفين انه حتة بتطلع هي اللي بتبقى عاملة زي الكبدة، واللي عاملة زي الفشة ديت جوه كده اهوت. وبتعمل اي حاجة مخاطة كده وبتروحي مطلعاها، ولو فيها ريشة زيادة كده ايه من الصغيرين دول تروحي ايه بتروحي مطلعاها كده اهوت. حطيت ملح وليمون وسبتهم بقى ايه عبال المية تغلي. كده اهوت رحت حاطه انا النهارده بقى مزودة في المية، على اساس ان انا ايه محتاجة الشوربة نقز بيها المحشي اهوت كده اهوت. عايزة اقول لكم نزلت برضو ايه المية قبل ما تغلي، اخدت ايه نقصتها كده ايه شوية. اهو كان يوم حلو وجميل كده، لما بتجمعي كده عيالك وتقعدوا كده مع بعضكم بيبقى يوم حلو وجميل وصراحة كان في منتهى الجمال. اهو شلنا بقى الريمة كده اهو ان هي كانت خلاص هتغلي، ورحنا حاطين بقى ايه طماطم وبصل وفلفل وملح وورق الغار كده اهوت. ورحنا ايه ورحت ايه غلت غلوة، ورحت ايه موطية عليها. او هنا بقى كانت ايه كنت ايه غليت غلوة كده، ورحت موطية بقى ايه عليها كده اهوت. لان الوراك مش بتاخد حاجة، فانت لما تعمليها ايه غلوة وتسيبها ايه واطية كده عليها، بتطلع كده الإدام ايه بتاعها. اهيت الكوسة اللي عملتها وقورتها وحشتها. بس كده هنطلعهم بقى، عشان كده ايه خلاص هما استووا اهو زي ما انتوا شايفين كده. عشان ايه ناخدوا بقى الشوربة نعملوا بيها ايه المحشي. ودولت هبقى ايه هعملهم بقى ايه مش في الفرن، هبقى احمرهم على البوتاجاز من فوق. عايز اقول لكم ان انا مش بعرف اتصور قدام حد يكون آه مش بيحب التصوير. يعني عايزه اقول لكم التصوير ما كانش قوي. اهو تبصوا المحشي بقى وجماله. هنا طبعا الشوربه عليت عليها بقى كده اهو وغلت. بس هنا لما تيجي تحطي بقى المحشي ما تعومهاش لفوق، لا، على اخر محشيه كده من تحت تروحي ايه تروح حاطه. مش مشكله الطماطم طبعا اللي نزلت في المحشي ده كل حاجه ايه هتتشال. وعملنا كده اهوت الكوسه، وهما الشويه اللي فاضلين برضو اللي هما ايه بقيه الكرنب اهو. بس كده اهوت رحت إيه يا دوبك برضو غلت، رحت وطيت عليه. عايزه اوريكم حاجه، بصوا هي مش شرابه خالص ازاي، بس لسه من جوه بقى ايه هعلي النار اهيت اهو. بصوا فيها برضو ميه من تحت، بس كانت بسيطة طبعا خالص. سبتها بقى ايه وطيت عليها خالص وسبتها، لكن دي كانت استوت خلاص اهوت. والتانية بقى الكوسة رحت حطاها فين حطاها في الفرن، بس تتلدم بقى كده وتبقى زي العسل اهو كده اهوت. بس كده واقول لكم اهو المحشي بتاعنا الحلو. طبعا اخدنا بقى واحدة كده اهو منه، كان زي العسل وخلاص. وكنت ايه سايباه بقى كده عشان لما يجي ياكله تبقى سخن كده وحلو. هنحمر بقى كده اهوت. وفكرت ان احنا ايه هنتغدوا هنا ايه في الدور اللي تحت ده. ايوه لا، عشان احنا طبعا العيال والكلام ده هناكله فوق. ففوق بقى هم صوروا قبل لسه ايه يعتبر كنت لسه بحط الاكل، وقالوا ايه ده احنا صورنا وبتاع.
بس التصوير ما كانش حلو. قلت فاعذروني بقى. بص جمال المحشي عامل ازاي. بص الصحون كانت لسه فاضية، حتى ما حطيتش ايه، ما حطيتش فيها الفراخ ولا حطيت فيها المحشي ولا اي حاجة. اهو زي ما انتوا شايفين كده. بس والشوربة برضو كنا جايبينها، والسلاطينة اهي محطوطة، ورحنا حاطين بقى ايه لابوهم واللي ايه وايه، وجوز اختهم كان قاعد كده، رحنا حاطين فوق عشان خاطر ايه ما نجيبوش هو ايه في التصوير. وده كان يومنا كده اهوت النهارده وما تنسوش في اللايك والشير، واللي يشوفني لأول مرة يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، فضلا وليس أمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.